زي النهارده 12 رمضان حصل ايه؟ تعال اقول. دخول احمد بن طولون مصر في الثاني عشر من شهر رمضان عام 254 هجريه الموافق 3 سبتمبر عام 867 ميلاديه. دخل احمد بن طولون مصر من قبل بكباك ولي العراق. بناء جامع ابن طولون بالقاهره في الثاني عشر من شهر رمضان عام 265 هجريه الموافق 7 مايو عام 879 ميلاديه بني جامع ابن طولون في القاهره. قيام الدوله العباسيه الثانيه في الثاني عشر من شهر رمضان عام 331 هجريه الموافق 9 مايو عام 943 ميلادية دخلت هزون بغداد من قبل ناصر الدولة ابن حمدان وقيام الدولة العباسية الثانية. وفاة الإمام ابن الجوزي في الثاني عشر من شهر رمضان عام 597 هجرية الموافق 16 يونيو عام 1200 ميلادية. توفى الإمام أبو الفرج ابن الجوزي شيخ العراق وإمام الحديث والفقه واللغة والتفسير، وصاحب التصانيف الكثيرة التي بلغت نحو 300 مصنف، ومن أبرزها المنتظم في تاريخ الملوك والأمم وصفوة الصفوة وأخبار الأذكياء وغيرها. حريق المسجد النبوي في الثاني عشر من شهر رمضان عام 886 هجرية الموافق الخامس من شهر نوفمبر للعام الميلادي 1481 ميلادية احترق المسجد النبوي الشريف للمرة الثانية. كانت الأمطار تهطل على المدينة المنورة بغزارة، فضربت إحدى الصواعق المأذنة الرئيسية، حيث كان رئيس المؤذنين الشيخ شمس الدين ابن الخطيب بها يؤذن للصلاة، فقضت عليه وسقط الهلال مشتعلا وانشق سقف المنارة، فالتهمت النيران سقف المسجد واحترق الجدران والكتب والمصاحف، وعجز الناس عن إطفاء النيران. بس كده، ده برنامج حدث تاريخي حصل في رمضان. لو وصلت لحد هنا شكرا، ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وفولو وتقولي رأيك في كومنت. سلام.